السلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد. رمضان عاد قريب يوفى وبدينا نحلو في حلول العيد. حبيت نبدا بحاجه بازيك تتحل في الديار الكل ومكوناتها موجوده في الديار الكل، اللي هي البشكوتو التونسي نتاعنا الفاوح. الوسيط هذه بالمقادير هذوما تتحصلوا على بشكوتو يتقرمش وفي نفس الوقت تحطوه في الحليب يذوب. بنا ما نحكي لكمش. نبداو اولا في المقادير نتاعنا. كيف ما تشوفوا المقادير 6 عظميات، 300 غرام سكر، 300 مليلتر زيت، ومش نحتاجو كيلو فارينة، 200 غرام نشا، وثلاثة باكوات خميرة. الخميرة هيك متاع 10 غرامات. وبالنسبة للتفويح نجم نستعمل قشر البرقدان ولا روح البنان ولا الفاني، ولا نستعملهم كل مع بعضهم ما تفرقش. انا استعملتهم مع بعضهم خاطر باش نضمن اني مفماش ريحة عظم، سينو تنجم تستعمل واحدة بركة منهم الكل. اول حاجة نحطو العظم، نكسروا العظمات نتاعنا الكل ونحط عليهم السكر. باهي، من اهم ليزاستيوس ومن اهم البمارك اللي نجم نعطيها لكم في البشكوتو ولا في البسكوي، اللي هي انكم مهما كان نوع البسكوي اللي باش تعملوها ارقدوا العظم مع السكر. واذا البسكوي نتاعكم بسكوي سابلي، ارقدوا الزبده مع السكر. لازم تتحصلوا على التكستور نتاع الموس. شفتوا اذا تحصلوا على التكستور نتاع الموس في الاول، من بعد البسكوي نتاعكم 100% يكون ناجح باذن الله. حطيت هنا كمية العظم اللي هما 6 عظمات، حطيت عليهم 300 غرام سكر، حطيت عليهم الفاني نحطوه على العظم خاطر ديريكت ونركض باش يعطي ريحة بنينة وينحي ريحة العظم اون بلوس. المرحلة هذه نجم نحطو شوية خل ابيض على ريحة العظم كان ما عندناش الفاني. وكان ما عندناش الفاني لكن نجم نستعملو الفاني اللي هو سكر فاني. كيف ما تشوفوا بقيت نركض اللي الحجم نتاعها ضاعف ولونها فتاح، وشوفوا كيفاش ولت كالموس فيها رغاوي. كي نوصل للمرحله هذه نبدو نزيدو 300 مليلتر الزيت نتاعنا بمراحل تدريجيا، بشوي نخلطو بشوي نخلطو. ما نصبوش فرد مره باش ما يجرينيش معناتها، سينو تجرد التكستور واللي عملناه الكل يمشي في الهواء. نبقى نزيدو في الزيت بشوي ونركضو. وكي نركضو في نفس السنس، ما نبانوش كل مره في سنس، معناتها ندورو الفوي في نفس الاتجاه ونبقى نركض فيه للي الزيت الكل يختفي ويتجانس مع العظم، باش من بعد ما يبقانيش الزيت طافح فوق والعظم اللوطة. من بعد زدت كمية الشاي وركضت زادة. وفي الاخر بالكل نحط كمية الفارينة. بالنسبة لكمية النشا، اذا انتم تستعملوا فوي كهربائي هذايا خلطوا قبل ما تخدموه. اذا ما عنديش فوي ما عنديش هذايا الخلاط الكهربائي، نجم نستعمل هذيك الفوي الحديد ولا السيليكون اللي هو المانيويل اللي هو باليد معناها اليدوي. اما راهو باش يشد معاكم شويه وقت، معناها مش فيسع باش يطلع في الاخر. وتنجموا حتى بايديكم. قبل جدتي الله يرحمها كانت كي تعمل بسكوت وتحركوا بيدها، معناها ما كانش عندهم لا فوي لا حتى شيء، بيدها وتحط العظم والسكر وتخدموا معناتها بيدها مش بيدها بكف ايدها، معناها بالفريطة قصدي. بالفرشيطة تخدموا بالفرشيطة، تبقى تحرك معناتها. هي الفكرة اذا تعطيه وقت وتركض مليح يطلع بإذن الله باهي. هنية توا زدت الفارينة. انا هنا حسيتها الفات باش تيحي، خلينا نقص شويه فارينة، اما من بعد راني زدتها. المكونات مضبوطه. النوع الفارين اللي استعملتها كي انتم عايشين في تونس فارينة سنابل كرتاج. حطيت الكيلو كامل على المقادير اللي قلت عليهم. اهم ثاني استيوس انكم ما تعجنوش. كما شفتوا في الفيديو بارتي اللي فاتت راني جوست لميت، ما عجنتش. تلموا البات لميت. بالنسبه للتحضير، البشكوتو يجي بالماكينه هذه. مثلا في الغريبه نجم نعطيكم حلول اخرى، وان شاء الله على قريب باش نعمل فيديو الغريبه تشوفوا شنو ما ليزاستيوس. مي في البشكوتو نحتاجوا الماكينه نتاع البشكوتو، تحطوا انواع نتاعكم ما تحبوه باش تجيبوهم طولهم نفسه، مش نبقى نقيس بالمسطره على كل مره. باش نعمل، شفتوا كيفاش نبقى نرحي للي كعبة البشكوتو تمس الطاوله، معناتها طولها يكون من القماع للطاولة، هذيك طول بارفي. تخليوها اللي تمس الطاولة. كيف ما تشوفوا دوب ما تمس الطاولة
هذيك نقصها يجوكم الكل نفس الطول ومقديين. وإذا انتم معناها من بعد كي تحطوا الكعبة وتقصوا الكعبة سمحوا أطرافها معناها في الآخر قبل ما تحطوا التالتو في الفور وكا. دونك تحتاجوا السكينة والماكينة متاع الحلو هذيك متاع البسكوي وكهو وبيدكم. انا خدمتها وحدي ما تاخذ وقت لا شيء والعجينه راهي ما تتلصقش. العجينه ما لازمش تكون تتلصق، اذا غديتوا العجينه مازالت تتلصق زيدوا الفارينه، لازم العجينه تكون طريه اما ما تتلصقش. واللم واللمين ما يعجنوش، ما لازمش الجلوتين يخدم في الفارينه نتاعنا. لهنا حبيت نعمل كعبة باللوز خاطر عندي شكون في العائله يحب الفاكهه برشا يحب الفاكهه اكسترا في كل شيء معناها في توسكي حلو بسكوت وغريبه في اي حاجه يحب الفاكهه برشا. دونك هنا عملت بزايد فاكهه حطيت فيها اللوز كسرته مهروش معناها وحطيته في وسطه ودوات الماكينه كعبت البسكوت بتاعي وغلفتهم زاده باللوز. دونك حطيت اللوطه كيف ما تشوفوا اللوطه حتى اللوز ديزولي الكاميرا طلعت تصور مش جايبه الشون مليح. اما انا حطيت لوز تحت في البارتي اللي مقابله القمع وغلفتها باللوز. بالنسبه للتطييب طيبته في فور 180 درجه يبقى من من ربع ساعة ل4 دراج حسيلو انتم ما تخرجوا لي حمار. اذا تحبوا احمر برشا تخليوه يحمر مليح، سينو تخرجيوه وقت يبدا لونه دوري. نتمنى الرسالة تكون عجبتكم، جربوها واعطوني رايكم. كيف العاده تلقاو المقادير واللي زاسوس لكل اللوطه. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه كي مكونوش مشتركين. بسلامه.